عمرك سألت نفسك ليه اللوحات الفنية بتتباع بالأسعار المهولة دي؟ وكمان في لوحات انت بتبقى شايف ان هي ملهاش معنى وشكلها مش جميل لدرجة ان واحد يدفع في لوحة زي دي 119 مليون دولار. لو عايز تعرف اللوحات دي بتتباع بالأسعار الخيالية دي ليه، كمل الفيديو. أهلا بيكم في قناة عداء، وده فيديو جديد. طبعا مش عايز افكرك، لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. بنشوف لوحات كتير بتتباع باسعار خياليه زي لوحه الصرخه، واللوحه دي اللي رسمها فنان نرويجي اسمه ادفارد مونش. اللوحه دي اتباعت في سنه 2012 ب 119 مليون دولار، واللوحه دي اترسمت في سنه 1893، والفنان اللي رسمها رسم منها 4 نسخ، نسختين بالألوان ونسختين بالباستيل، واللوحة دي اتسرقت أكتر من مرة. وكمان عندنا لوحة الموناليزا، أشهر لوحة في العالم، واللي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، واللوحة دي تقريبا اترسمت في 7 سنين، لأن الفنان اللي رسمها قعد يرسم فيها من سنة 1503 لسنة 1510، وعرض اللوحة دي 53 سنتيمتر وطولها 77 سنتي، واللوحة دي سنويا بتلم ملايين الدولارات، واللوحة دي بيزورها كتير جدا من الناس، وده اللي بيخليها تحقق الملايين دي خلال السنة. وفي جانب تاني في لوحات كتير جدا ممكن يكون شكلها أحسن بس ما بتتباعش، أو ممكن تكون بتتباع بس مش بالأسعار الخيالية دي. طب إيه السبب اللي يخلي لوحات زي دي تتباع بأسعار خيالية ولوحات تانية ما تتباعش؟ وسبب من أسباب إن اللوحات دي بتتباع بأسعار خيالية هو اسم الفنان اللي رسم اللوحة دي. أنت عمرك سمعت عن لوحة لبيكاسو مثلا اتباعت بأقل من مليون دولار؟ اكيد لا. في سبب تاني ان اللوحات دي تبقى غالية كده، وهو موت الفنان. وهنا لما بيموت اي فنان، اللوحات بتاعته اللي رسمها قبل ما يموت بتتباع بشكل خيالي واسعارها بتعلى جدا، وده بيكون بسبب ان اللوحات دي بقت محدودة. اللوحات اللي الفنان ده رسمها خلاص بقت محدودة، والمنتج المحدود بيبقى غالي. زي مثلا واحد من اعظم الرسامين على مر التاريخ، فان جوخ، وخلال حياته كلها تقريبا رسم اكتر من 1000 لوحة، لكن ما باعش منها غير لوحة واحدة. لكن بعد ما مات اللوحات بتاعته اتباعت بشكل خيالي وأسعار خيالية لأنها بقت محدودة. وبرضه تالت سبب معانا وهي تاريخ اللوحة، الوقت اللي اترسم فيه اللوحة دي. يعني مثلا ما ينفعش نقارن لوحة اترسمت في سنة 1500 بلوحة اترسمت في سنة 1900. أكيد اللوحة الأقدم هتبقى أغلى، لأن اللوحات دي عند الغرب بتعتبر زي الآثار عندنا. كذلك برضو اللوحات اللي بتبقى الأمراء أو ملوك أو حوادث تاريخية بيبقى سعرها غالي جدا. وكذلك في أساليب تانية ممكن الفنان يستخدمها عشان يغلي اللوحات بتاعته، يعني زي مثلا إنه يرفع سعر اللوحة، ولما سعرها يعلى مش كل الناس هتشتريها لأنها هتبقى صعبة المنال، وهنا بيطمع الأغنياء فيها. زي برضو المتاحف لما بتيجي تختار لوحة وتحطها عندها في المتحف بتختار اللوحات اللي سعرها عالي جدا. وبس كده انت عرفت ليه اللوحات دي بيبقى سعرها غالي جدا. والله انا بفكر ارسم لوحة. المهم لو الفيديو عجبك او استفدت منه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتدوس لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. ودمتم سالمين.